مع حضراتكم من مدينة المستقبل التابعة لمركز ومدينة أبو صوير. في الحقيقة معانا استغاثة من فتاة بمحافظة الإسماعيلية، نجلاء، تبلغ من العمر 23 سنة. نجلاء بتستغيث من يعني شاب في نفس منطقتها بقاله أكتر من 3 سنين عايز يتجوزها غصب، و يعني تهجم عليها أكتر من مرة، وقال لها لا اتجوزك يا اما اقتلك. ولحد امبارح طبعا تهجم عليها في البيت هي وامها وشقيقتها. وخلينا نعرف القصة كاملة من نجلاء واختها. اهلا بك على قناة 14. اول كده عرفينا بنفسك. انا نجلاء. ايه يا نجلاء اللي حصل؟ القصه كلها ان هو حضرتك اجى تقدم لي وانا ما وافقتش. ما فيش حد من اهلي موافق، وكل شويه كل ما اروح في حته ولا اطلع في حته يتهجم عليا في الشارع، ياخد تليفوني ياخد شنطتي، وما فيش حد من الشارع بيحوش، وكل الناس في الحته بتخاف منه. وكل ما اقول له يا ابني الناس انا مش عايزاك، احنا مش شبه بعض واحنا مش زي بعض، يقول لي انا هقتلك، انا هجيبك في وشك ميه نار، انا مش هسيبك الا اخطفك ومش هرجعك تاني لاهلك. ومش عارفه اعمل ايه حضرتك. يعني لحد الواقعه بتاعت امبارح اتهجم عليا واتهجم على اختي، ودخل علينا ضربنا وبهدلنا عشان انا كنت في الشارع بقول له انا مش عايزك مش عايزاك وما ينفعش نبقى لبعض. راح طلع اتهجم عليا انا ووالدتي وانا واختي، وضربني وضرب والدتي وكسر البيت وكسر الشاشه بتاعتنا وكسر حاجتنا وبهدل حاجتنا حضرتك. واختي زي ما انت شايف متبهدله اهوت وانا متبهدله، وسرق هدومي وسرق حاجتي. انا طالعه من امبارح من النيابه لقيت هدومي وحاجتي كلها مسروقه، ومش عارفه اروح بيتي ولا عارفه اطلع يعني مش عارفه ارجع بيتي، مش عارفه ان انا اخش بيتي ولا عارفه اطلع ولا عارفه اي حاجه. امبارح طالعين من القسم حضرتك لقينا واقف بيهددنا وماسك سندوتش وبياكل وبيهددنا ومش فارق معاه اي حاجه. طب يعني دي هو عايز ايه منك؟ يعني هو عايزك يا انا اتجوزه، لو انا ما اتجوزتوش بقى خدي بقى بهدله ومرمطه وقله ادب وشتايم وتهزيق وضرب. ده اللي هو عايزه، لو وافق عليه اللي هو انا عايز، لا انا اللي غير كده بهدلك. ولو يجي حد من صحابي ويجي حد من الجيران يقعد معانا بيبهدله وبيهدده وبيهدد اي حد. وامبارح ما احنا كنا في النيابه وكده، ضرب بالجوكان ويقول لي الكلام دوت وبهدلني. بهدلك؟ يبهدلني يعني هو يعني وبيهدد اي حد هيدافع عني، واي حد هيعمله هيبهدله وهيضربه. الحته كلها بتخاف منه، الناس كلها بتخاف منه، مفيش حد ما بيخافش منه. ليه هو يعني كام سنة؟ هو يجيله في 25 في 26. طب يعني هو يعني انت قلت لي ان هو جه تقدم لك اكتر من مرة وانت رفضتي يعني. رفضنا اه رفضنا، ما ينفعش باللي هو فيه دوت، هو هيبهدلني. بس كان هو كده مبهدلني، ازاي اوافق عليه؟ وانت زي ما انت شايف انا غلبانه ومش وش الناس ديت ولا وش المشاكل ديت ولا وش الاشكال ديت. يعني انت شايف غلبان، انا وحيده، انا ماليش غير احنا 3 بنات، وهو والدي متوفي وانا عندي سنه ونص. وزي ما انت شايف حضرتك احنا اتبهدلنا. انا اتبهدلت، انا 3 سنين في معيشه مهدده، اقول لاهله واقول لباباه واقول لاهله واقول لاخواته في رمضان وفي اي وقت اخواته بيبهدلوني، اخواته بيشتموني. انا كنت مسافره في الشرقيه، اخويا يجي كسر الشبابيك بتاعت بيتنا ورفع السكينه على ماما، وكان مهدد ماما لو انا ما جيتش هيقتل امي. ورجعت تاني وجيت، وكل ما اطلع اروح في حته يهددوا امي، وكل ما اطلع يطلع يهدد امي ويبهدل امي ويكسر في البيت، انتك لو ما جاتش انا هعمل واسوي فيكم، انا هقتلكم. وماما خايفه، ماما غلبانه جدا، ماما مش وش مشاكل. ما فيش حد، انا وامي واخواتي احنا الثلاثه، احنا الاربعه حريم، مالناش حد غير ربنا. ونعم بالله. طب انت بتقولي لي امبارح دخل عندكم الشقة وكسر الشقة. كسر الشاشه وكسر الشقه وبهدلنا وضرب والدتي، وكانت صاحبتي عندي ضرب صاحبتي وضربني وضرب اختي زي ما انت شايف حضرتك، وتعدى علينا كلنا. ما فيش حد قدر يحوش. وبعد كده راح جاب اهله، واهله اتخانقوا معانا، واهله فرجوا الدنيا علينا وكسروا بيتنا وبهدلوا بيتنا، مامته واخته وبهدلونا، طبعا انت عملت محضر وباباه وخاله وكله اجوا امبارح وبهدلونا. مفيش ولا راجل. بابا ابوه كان قبل منه بيهددنا هو وامه واخته. ابوه بيقول انا مش هسيبكم، احنا من الجزاره وهنجيب بضاعه الازاره كلهم وهنعمل لكم، احنا مش هنسيبكم في حالكم، يا كده يا مش عارف ايه، يا توافقي على ابني يا هسوي فيكي وهعمل فيكي. وقعد يشتموا الفاظ كتير ومش كويسه. الجيران كلها شاهده وفي ناس مصوره وفي ناس عامله وفي كل حاجه. انت جيتي يعني استغثت بينا على قرار 24 واحنا دلوقتي معاكي بتقولي لي انا مش عارفه اروح البيت. انا مش عارفه اروح، هدومي اتسرقت. انا طالعه من اسم ابو صوير، لقيت هدومي كلها مسروقه. هدومك هدومي كلها مسروقه، حتى لو مؤاخذه غير الداخليه كمان مسروقه. المكياج بتاعي حاجتي كلها مش شايله، تليفوني مسروق، كل حاجه مسروقه، مفيش حاجه مش مسروقه عندي. طب
هو اخد هدومك ليه بقى؟ اخد هدومي مش عارفه. انا اخد هدومي واخد هدومي كلها، مفضي الدولاب بتاعي كله، الهدوم الخروج والهدوم البيتي وكل حاجه اخدها. الشقه كلها مفيش، الشقه كلها فوقاني تحتاني. الشقه باب الشقه نفسه بتاعنا مكسور نصين، وانا بقالي يومين بيتين في القسم عشان خاطر المحضر وعشان خاطر اخته وامه واربع رجاله متهجمين علينا ومبهدليننا، وهو محدش عارف يمسكه ومحدش عارف يجيبه. طب احنا نتكلم بصراحه شويه، يعني ايه الدافع اللي يخليه يدخل يعني يكسر وياخد هدومك؟ يعني انت بتقولي اخد هدومي وياخد هدومك. ايوه اخد هدومي. هل مثلا كان في مثلا يعني خطوبه ما بينكم؟ لا ما فيش اي خطوبه، ما فيش اي حاجه تثبت. لا 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 نتكلم برضه ايه عشان لا ما وعدتوش بحاجه. هو اجى الاول اتقدم لي بعد ما سمعنا وعرفنا ان هو سمعته مش كويسه وعرفنا كل حاجه عنه، قلنا يا ابني الناس انت في حالك واحنا في حالنا، احنا مش وش البهدله والكلام دوت. ووالدتي قالت بدل مره كذا مره لا ما فيش. كان محبوس برضو قبل كده في الشرع في قتل، وكان برضو بيبعت اخوه يهددنا وبيبعت اهله يهددونا وبهدلونا، وكان يبعت صحابه ليا يبهدلوه ويهددونا يعني برضو. انت رفضتيه عشان خاطر هو يعني مش شبهي؟ لا مش شبهي، مش شبهي، مش شبهي. بس هو عايزك. هو مش عايز يبعد عني 3 سنين. انا 3 سنين معيشه مهدده، يا ميه نار، يا يقول لي هجيب لك ظرف وهقتلك بيه، يا مش عارف هخطفك. يعني اخر حاجه من 20 يوم قال لي انت لو ما رجعتيش على اللي فعلك ورجعتي لي وتبقى معايا وكل حاجه وتمشي معايا تمام، انا هخطفك ومش هرجعك لغير اهلك بعد 3 سنين ولا سنتين، اما اجيب منك عيال مش هتيجي تشوف اهلك دي تاني. وانا بالنسبه لاهلي انا كده كده انا مش عايز اهلي، وهاخدك وهفرب بيكي ومش لازمني اي حاجه. ده حب؟ ده مش حب، مفيش حد بيحب حد كده. اللي بيحب حد بيحافظ عليه، اللي انا اعرفه بيخاف عليه، لكن ده مش حب. حب ان هو كل اسبوع ولا كل 15 يوم يضربني ويبهدلني في الشارع. في الشارع. انا صاحبتي جات لي قعدت معايا شويه، كنا قاعدين من قيمه 3 شهور، مسكها رقعها علقه وبهدلها وضربها وقلعها في الشارع وداس على رجليه. داس على صاحبتي، داس على طلع على رجليه، طلع برجليه عليها وبهدلها ومش خايف. مش عارف، انا مش عارفه اخش بيتي. انا في اكتر من 20 نفر، اكتر من 20 شاب واقف معايا بالاسلحه وبدوت مش عارفه اخش. يعني برضه نوضح مشاهدي ومتابعي كلايف قناه القاهره 24. يعني معانا نجلاء بنت اسماعيليه مركز ومدينه المستقبل. يعني نجلاء بتقول ان في شاب جارها في المنطقه بقاله اكتر من 3 سنين بيهددها انه يتجوزها يا اما يعني يأذيها. اتعرض امبارح اول امبارح لامها وايضا اختها تهجم عليكي بقى. يعني في اصابات، انت عملتي طبعا محضر، وطبعا عن مصر يعني طبعا احنا في بلد فيها قانون، واكيد حقك انت طالعه تقولي انا عايزه حقي بالقانون، صح؟ صح. عملت محضر طبعا. عملنا محضر وعملت بالاصابات اللي فيا. انا ايديا من كفه ايديا كلها بايظه، مش قادره احرك كفه ايديا. دماغي خبطني بالشومه على دماغي وضربني كله بجسمي في الشومه، وعامله تكرير بجسمي كله من جوه. اختي زي ما انت شايف مبهدل اختي وضارب اختي عشان اختي بتحوش عني وبتدافع عني. اختي برضو ضاربها ومبهدلها. اختي مالهاش اي ذنب. انت اختها. الاصابات اللي شايفينها دي يعني في وشك دي منه هو؟ منه. فاهمه عارفين كده ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ اللي حصل ان انا كنت قاعده مع امي واختي وكان معايا عيالي، ما كانش في اي حاجه. بصينا لقينا واحد داخل علينا في ايه؟ قال انا جاي عليكم بلطجه مش هسيبكم وانا قاعد هنا. طب انت عايز مننا ايه؟ طب انت ايه اللي حصل؟ طب هي كلمتك في ايه يا ابني؟ في ايه؟ يقول لي انا بلطجه بقى عليكم كلكم. طب انت عايز من اختي ايه؟ انا مش هسيبكم في حالكم، انا مبلطج عليكم، هاتوا لي الحكومه، هاتوا لي الناس. عايز يتجوزها؟ عايز يتجوزها ومبلطج علينا كلنا. عارف ان احنا ولايه ملناش حد، احنا ابونا ميت ومعناش حد، واحنا 3 ستات. عارف ان احنا ستات معناش راجل. قعد يبلطج علينا ومش هطلع هو انت بتقولي بقاله 3 سنين وهو ورا اختك بالحاله دي. المهم قعد يهددنا وانا مش طالع وانا مش همشي. اختي اتصلت بالنجده جوه وانا قعدت اقول له طب يا ابني حرام، طب يا ابني امشي يا ابني كده، انت هتجيب لنا الحكومه هنا يا ابني، احنا مش عايزين مشاكل معاك يا ابني، انت بتعمل فينا كده ليه؟ قال بلطجه. انا مش فارق معايا حد ومش فارق معايا الدنيا، وزي ما تيجي معاكم، زي ما تحصل تحصل، انا مش فارق معايا حد. عايز اختك؟ عايز اختي، وممكن عشان يعدي الاخت دي يبقى احنا كلنا غصب عننا. غصب يا رب، عشان عارف ملناش اب وملناش اخ ومعناش حد في ظهرنا، ملناش غير ربنا في الدنيا وفي الاخره. طب انت المهم قاعده لوحدك؟ لميت الدور انا لميت الدور ومشي، واختي مشيت راحت تعمل محضر. فين النقطه؟
جابت الحكومه واجت، والحكومه كانت ماسكاه. فامي قالت ايه يا جماعه ده جارنا وخلاص، عشان راح هدد امي في البيت بميه نار، قال لها لو عملتي حاجه انت وبنتك انا هعمل واسوي فيكم. انا خدت بعضي ومشيت، راح لامي على البيت هددها بميه النار وقال لها لو بنتك عملت اي حاجه انا هاذيكم. المهم يا دوبك وصلت بيتي، طلعت شقتي ما فيش، امي بتتصل بيا بتقول لي انا مشيت الحكومه وزي كده. واول ما مشيتهم امي راح ضارب اختي وضارب صاحبتها. امي عشان هددها مش قادره تتكلم. امي ست لوحديها عندها 52 سنه وعندها السكر، يعني لو خدت خبطه هتقع مننا، ملناش غيرها اصلا. المهم لما جت الحكومه مشيت، راح بقى اول ما الحكومه طلعت من البيت ضرب امي 3 قلم على وشها، وضرب صاحبتها، وضرب اختي، وكسر الشاشه، وكسر تليفونها، والحاجات دي جايبينها بالقسط ولسه بيسددوا قسطها والناس موجوده. المهم بعد ما عمل كده اختي عماله تستغيث بيا وانا في بيتي، وامي بتستغيث بيا الحقيقه معناش حد، الحقيقه نزلت ليهم. كانت اجت الحكومه. متجوزه طبعا؟ لا انا مش متجوزه. انا مش متجوزه ومعايا 4 عيال برضك، جوزي متوفي من 7 سنين متوفي. المهم رحت انت تقعدي في البيت، اتصلوا بيا، نزلت ليهم. الحكومه اجت خدت اختي وخدت صاحبتها وخدوا والدته. انا اول ما نزلت كان في تهجم على البيت، وانا صورت الفيديو بالتهجم وبالتهديد وبالردح لينا، وكنت مستخبيه ورا الشباك، وكانوا بيحدفوا فينا طوب. عندنا شبابيك بيتنا مكسره كلها الازاز، ما فيش شباك سليم. فانا صورت الواقعه دي. هو عرف ان انا صورت الواقعه، وعرف ان انا نزلت لامي ولاختي. امي واختي طلعوا على النقطه ومعاهم امه ومشوا هم. بعد ما مشوا عرف ان انا في البيت. ببص لقيت واحد معايا واحده صاحبتي وواحده تانية قاعدين معايا وشايلين بنتي، قاعدين واخدين بالنا من بيتنا. اختي عندها جهاز بقالها 5 سنين شغاله في الاستثمار، بتجهز في نفسها، عندها حاجات في بيتها مجهزه نفسها بقالها 5 سنين. كانوا خايفين يسيبوا بيتهم بعد اللي عملوا، اقعدي في البيت عقبال ما احنا نيجي من النقطه. قعدت في البيت على نياتي، مش عارف في حاجه، يعني ما كنتش اتخيل ان هو يعمل معايا اللي هو عمله. المهم قاعده، طبعا هو كسر باب الشقه ساعه لما اجي اهجم عليهم اول مره، وكسر الحاجات اللي في البيت. عمل باب الشقه كده اتفتح عليا، واحد فتح رجله، لقيت ايد دخلت في عيني وايد دخلت في مخي، نتش تليفوني من ايدي وجري. فانا قعدت اشاجر معاه لغايه ما خدت تليفوني من ايده، وراح دشه في الحيطه من الدور الثاني. وبعد ما دشه في الحيطه بالدور الثاني خدني من شعري ومن رجلي لغايه الشقق اللي قدامنا والطرقه، ومن الدور الثاني من شعري ومن رجلي. والناس الستات شايفه، ما فيش راجل اتعرض، ما فيش غير جوز ستات بس، اصحابي من الحته اللي اتعرضوا لي لغايه الدور الارضي. وهو شددني وشعر راسي متخلع ورجلي، وده كله للدور الارضي، محدش اتعرض ليه نهائي. وفي الاخر راح مسكني من تحت وراح جاري، قال لي وريني بقى هتعملي ايه، والدور على اختك الثالثه. قال لي وهددتي بعد ما عمل كده، قال لي ليك واختي الثالثه دي الدور جاي عليها. بعديها راح جاري في الشارع وماشي. اجت الحكومه، الضابط احمد بيه. طبعا لما جت الحكومه هو هرب. احمد بيه من 2 سنين عارف بمشاكلنا. قبل كده اتهجم على طليقي وعلى ابني، وعاملين فيه محضر وعاملين فيه تقرير طبي. وشك ده هو يعني الاصابات اللي في وشك اللي احنا شايفينها دي هو اللي عملها فيكي؟ عملها عشان ينتش تليفوني مني. ولما نتش تليفوني مني وعمل فيا كده، قعدت اشاجر فيه لغايه ما خدت تليفوني. ولما خدت تليفوني منه اللي هو مصوره فيديو، مصور اهله هم بيتخانقوا معانا، راح في الاخر بعد ما كسروا لي من الدور الثاني، هو التليفون منظره باين، اللي اتكسر، وانا قعدت اهاجم على تليفوني. بعد ما كسر تليفوني قال لي طب تعالي انت بقى، انت عامله فيها بطل، تعالي. وقعد يشد فيا وياخد بيا بالطرق من الدور الثاني للدور الارضي، من دماغي ومن رجلي، وجسمي كله اصابات، وشعر راسي متخلع، ومحدش قدر يتعرض ليه. وسمعنا بعد ما دخلنا القسم الساعه 2 بالليل من جيراننا ان ضرب نار في الحته، وقال اللي هيتعرض ليهم هيزعل. طبعا بلدنا انت عملتوا محضر؟ طبعا عملتوا محضر بالواقع، ومحضر انت قلت لي انك عملت محضر. احنا اتبهدلنا، احنا اتعملنا ان احنا اللي جايين ضاربين الناس دي. عملت محضر عملت تقرير طبي. طبعا فيها قانون وحقكم انتوا قبل ما لا الناس فكرت عشان احنا ستات خلاص ملناش حد. لا الناس فكرت خلاص كده ستات يدوسوا عليهم. قصه نيره بتتعاد تاني يا استاذ. طبعا مش هنوصل لكده. طبعا بلدنا فيها قانون، واكيد انتوا عملتوا محضر، وانت عملت تقرير طبي بالواقعه وبالاصابات اللي فيكي. عمري ما تعرضت. وبلدنا فيها قانون، واكيد اللي اخطا يتعاقب بالقانون.
يعني هي حكايه مش سايبه برضه. هو عندي ولدين هو كل ده عشان بيهددني دايما بولادي ان هو يقتلهم لي في الشارع، بيهددني حد هو بس- شبيت ابوهم ميت، بيهددني ان انا هموت لك عيالك لو شفتك وقفتي جنب امك او اختك. وقبل كده ضارب ابني الكبير وضارب طليقي وعاملين له تقرير طبي من بدري وهو بيهددنا. انت كنت انا معترض عليه من يوم ما شفته، انا مش حباه، وقلت انا ماليش دعوه بيك وماليش دعوه بمشاكلك ودايما بعيد عنه. معترض عليه ازاي ان انا اعترض عليه؟ انا ازاي؟ انت معترضه عليه من الاول خالص لما جه يتقدم لاختك، قلت لا مش هينفع. معترضة عليه وعارفة ان هو بلطجي وعارفة ان هو سرسري، وسألت عليه ناس وقلت لاختي ده كده 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 كده. واول ما احنا عرفنا حقيقته راح عامل كل ده وطالع ب3 اسامي، لاسم شهرة كليلي ولاسم شهرة محمد. وكان لما عايز يخطب اختي ما قالهاش اسمه الحقيقي الا بعد ما اتحبس ب7 شهور، بيمشي ب3 اسامي. احنا طول عمرنا معترضين عليه ولا نعرف اصله ولا فصله. حتى لما دخل حياتنا خاف يقول على اسمه عشان ده بني ادم مش ماشي بما يرضي الله، ده بني ادم ماشي يأذي في خلق الله، مفكر عشان احنا ملناش راجل وملناش حد، احنا 3 ستات خلاص بقى هيقدروا علينا ويذبحونا ويموتونا، واحنا كلاب ملناش حق، احنا خلاص مش بني ادمين، احنا عايشين في دنيا اللي يموت فيها خلاص. انت طبعا لجأتوا للقانون وحقك هتاخديه بالقانون يعني. احنا عشان ملناش اب وملناش راجل خلاص. لا انت لجأت للقانون طبعا وحقك هتاخديه بالقانون، يعني احنا بلد فيها قانون طبعا. انت قلتي لي انك انت بقى اللي هو عمل المشاكل دي كلها عشانك. هو عايز يخطبني وانا مش موافقه. فاهم. هو عايز يتجوزني وانا مش موافقه في ال3 سنين. انا في ال3 سنين عايشه مهدده في كل حاجه. طب خلينا نتكلم برضه، يعني هل انتوا كان في مثلا لو حتى نوع ارتباط ما بينك وما لا بينه؟ مفيش اي عشان ارتباط، توصلوا مفيش للمرحلة دي؟ مفيش اي ارتباط، مفيش اي جواز، مفيش اي حد، مفيش اي جواز بينا ولا اي حد مننا وافق عليه. احنا سمعنا سمعته وسمعنا سمعه اهله واسلوبه واسلوب اهله. واخوه محبوس قبل كده بجريمه قتل، وهو كان محبوس في بتاعه مشاجره قتل. ما رضيناش نوافق، ما عرفناش نوافق. انا الانسان ده كان معرفني ان هو اسم الشهره بتاعته قليلي وكان اسمه محمد، انا اعرفه. اتفاجئ بعد ما اتحبس بالشرع في قتل ان هو اسمه بخيت. انا حياتك ما اعرفش عنه اي حاجه. انا كل ما انزل من بيتي انا مش عارفه اشتغل، انا مش عارفه اطلع من بيتي، مش عارفه اعمل اي حاجه، مش عارفه ان انا اطلع من بيتي نهائي. في اخر حاجه ان انا جيت بيتي مسروق. وكل الواقعه دي كلها كل ما اطلع وكل ما انزل وكل ما اروح واجي يقفني يهددني في الشارع، يندش مني الشنطه، يضربني قدام الناس، يضربني قدام الرجاله. مفيش راجل بيحوش عني، مفيش حد بيدافع. اشتكي لاهله، اشتكي لباباه، اشتكي لامه، ولا كني بقول لهم اي حاجه. يعني يوم الخميس طلع يتهجم عليا انا وامي وضربني وبهدلني. بقول لاخوه نادى ابوك، راح اخته قالت ابعد يا ابني عن عالم الوسخه ديت، مالكش دعوه بالعالم الوسخه ديت. اخته الكبيره بقول لها الحقينا، يعني الحقينا اخوك بيتهجم علينا وكده. قال احنا مالناش دعوه بيكم يا عالم يا وسخه. يعني انت فاهم يا استاذ ابراهيم؟ يعني يوم الخميس طلع يتهجم عليا وضربني وضرب والدتي. وبقول لهم يعني بقول لاهل بابا قاعد تحت العماره، بقول لي بابا واخته بيشتمونا، مش عاجبهم. يعني اخته بتشتمنا. اشتكي لمامته تشتمنا، تقول انتوا عالم وسخه، انتوا اشكال وسخه، انتوا مش مستوانا والكلام دوت. مامته بتتهجم عليا. مامته لو شفتني في الشارع بتشتمني، بتقول ما عادش غيرك انت نخطبك لابننا وتشتمني وتزعق لي. منك يعني ما يسيبك. هو عايز يتجوزني، معترضين علينا ولو هو عايز يتجوزني، يطلعوا يقفوا هم اول الناس. هو عايز يتجوزني. اللي يبعت عليا ستات يتهجموا عليا، يبعت عليا واحد يتخانق معايا في الشارع. لو انا نزلت لو حد شافني يبعت ورايا شاب يمشي ورايا. يعني انت مش عارفه اروح. موافقه هيسكت على الكلام ده كله؟ بيقول لي طول ما انت مش ماشيه تحت طوعي مش موافقه على اللي انا عايزه هتشوفي اكتر من كده. يا الا بقى تيجي زي ما تيجي، انا كده كده باقي الدنيا ومش باقي على اي حاجه. ان انا بقى اخطفك يا الا هقتلك يا الا هجيب في وشك ميه نار. واتصلت على اخته وقلت جبت رقم اخته، اتصلت على اخته الحقي اخوك عايز يكتب في وشي ميه نار. بتقول لي خدي بعضك وامشي، عزله. ابوه بيقول لي انت ما مشيتيش ليه؟ احنا ابوه وامه امبارح بيقولوا لي خدي بعضك وامشي وعزلي. احنا قلنا لك مره امشي وعزلي. خلال ال3 سنين انت بتقولي 3 سنين ما حاولتيش يعني تاخدي خطوه؟ اخد خطوه فين؟ هل ما كانش انا بقالي في المكان ده يا استاذ ابراهيم. ما كانش في علاقه مثلا لا ولا حب، او في بعض الشباب ولا حب. تكون اتعشم؟ انا 3 سنين خايفه. لا انا 3 سنين خايفه، 3 سنين ساكته خوفا. يعني 3 سنين بصوت قدام الناس يا جماعه الحقوني، يا جماعه انا مش عايزاك، انا مش عايزاك. واول بس ما اقول انا مش عايزاك ولو ضربني وتهجم علي قلت انا مش عايزاك، يلم امه ويلم خالته ويلم اخواته ويلم بتوع الازهر كلهم ويجوا لي ويبهدلوني ويكسروا فيا. اول ما اقول خلاص ماشي انا موافقه على اللي انت هتقوله تمام، يقول لي خلاص ماشي انت كده حبيبتي. سكتهم بقى كلهم، وقف كله عند حده.
حضرتك انا سافرت يومين عند عمي في الشرقيه رفع السكينه على والدتي، رفع السكينه على والدتي هو ومرات اخوه وامه، وبهدلوا امي في الشارع، بهدلوا امي في الشارع. احنا مش عارفين نعمل ايه. انا ولا عارفه اعزل، ويقول لي لو عزلتي انا مش هسيبك، انا هكسر لكم عفشكم وانا هولع فيكي، همسك امك دي اقتلها لك، هدي امك خبطه، وبيهددني باخواتي. يقول لي انت لو خدتي بعضك ورحتي بس سافرتي وقعدتي عند اهلك، انت عندك اخواتك الاثنين، همسك عيال اختك هضربهم لك، وهمسك عيال اختك هقتلهم لك، مش هسكت لك. ويقول لي هددني بعيال اختي، بيهددني بعيال اختي، وبيهددني بكل حاجه، يهددني باخواتي البنتين. انت لو هتمشي انت عندك بنتين، عندك اخواتك، هروح لدي هتقضي في عيشتها، هتقضي في عيشتها، وهتهجم على دي وهتهجم على ديت، وهعرف اجيبك، يعني هجيبك. لو رحتي قعدتي جنب اهلك نفسهم في الشرقيه هجيبك وهوصل لك، ولو جبتك مش هخلي اهلك يشوفوك تاني، مش هخليهم يشوفوك تاني. يعني كل حياتي 3 سنين خايفه اوصل اسم، ولا اعمل حاجه، ولا اعمل محضر، ولا اعمل بلاغ، ولا اعمل حاجه، خوفا منه. انا ما بعرفش اطلع، انا ما بعرفش امشي من بيتي، انا ما بعرفش امشي من البيت، انا هدومي كلها اتسرقت. انا كنت عامله جمعيه ب 17000 جنيه اتسرقت، الختمين بتوعي والحلق بتوعي سرقوهم مع هدومي، تليفوني سرقوا مع هدومي. في اكتر من كده يا استاذ ابراهيم؟ استاذ ابراهيم انا اهو ده 3 يوم ليا مش عارفه اخش بيتي مفتوح، انا مش عارفه اخش، باب شقتنا مكسور مش عارفه اخش، شبابيكنا مكسوره مش عارفه اخشه، انا مهدده مش عارفه اخش بيتي. هو يعني انا مش عارفه اخش وهو موجود حضرتك تحت البيت ومش عارفه اخش البيت. طب انا اعمل ايه حضرتك؟ انا مش وش الناس دي، انا مش وش البهدله، ولا وش البلطجيه، ولا وش السرسريه، مش وش الناس دي خالص. انت لو شفتهم يعني هتقول لي صعب. يعني الجيران والناس هناك خايفين، كل واحد بيخاف على نفسه، كل واحد بيبقى بشقته على نفسه وبيخاف، مفيش حد بيحوش، مفيش راجل بينزل بيطلع بيحوش، مفيش راجل بيحوش، الناس بتتفرج. هناك في المنطقه شافك، مفيش، كله بيشوف، كل دوت خايف، كل ده خايف، الناس خايفه، كل واحد خايف على عياله، كل واحد خايف على نفسه. هيحوش مين؟ ده واحد بيبقى معاه سلاح، واحد بيبقى معاه كذا، واحد بيبقى معاه سلاح مهددنا، يعني مهددنا، معروف هناك في الحته ان هو مش كويس، معروف هناك في الحته ان هو بتاع مشاكل وبتاع مخدرات وبتاع كل حاجه، معروف كل دوت. طبعا انت عملتي معروف، انت عملتي الاجراء القانوني والحكومه طبعا هتشوف شغلها تمام، وهينزلوا، واللي بيغلط بيتحاسب برضه. انا كل اللي عايزاه صبرين حقي. بس هل انت برضه ما عملتيش اي حاجه؟ لا ما عملتش اي حاجه، اعمل حاجه ازاي؟ احنا 3 بنات وامي، هنعمل ايه؟ انت شايف حضرتك احنا عاملين يعني ازاي؟ مثلا هو اتقدم بس ما كانش اتقدم، لا مفيش اي خطوبه ولا في اي حاجه، ولا في اي حاجه تثبت ان هو خطيبي، مفيش اي حاجه تثبت، ما عادش مع اي حد من اهلي. يعني انا لو جالي حد بكلم اهلي، يعني انا الوكيل بتاعي اهلي، مفيش حد بيتكلم معايا غير اهلي، مفيش حد من اهلي يعرف حاجه. اهلك يعني انت اهلي مش موافقين، انا ما عرفت. ليك امامك، ليك ليا عمامي، كلمتهم يقفوا معاكي او يشوفوا الوضع ده؟ لا ما كلمناش حد من اهلنا على اللي احنا فيه والكلام ده. كلمتي بتقولي حد من اهلنا؟ احنا عمامنا اصغر واحد فيهم معدي اكتر من، يعني معدي الستينات، اصغر واحد في عمام معدي الستينات. انا ابويا ميت ودي عندها 1.5 سنة وسايبني انا 10 سنين. احنا ما فيش حد جنبينا، احنا جينا اسماعيليه دي من سنه 2000، جينا سنه واحده، ابويا مات في 2001 ومن ساعتها واحنا في اسماعيليه، ومن يومها واحنا قاعدين في اسماعيليه بقى 23 سنه عايشين في اسماعيليه في حالنا، مالناش دعوه بحد، ولا بنروح لحد، ولا بنكلم حد، ولا لينا خلطه باي حد فيها، قاعدين في حالنا، ناس قافله بابها على نفسيها ولايه، مالناش حد فيها طول عمرنا واحنا في حالنا، ولا بتوع مشاكل، ولا بنيجي لحد، ولا احنا بنأذي حد، ولا بنطلع بيوتنا، ولا نعرف حتى شكل جارتي اللي جنبي شكلها ايه، ولا هي تعرف شكلي. كلمتي امامك او قرايبك او عيلتك يعني انه يقفوا؟ مفيش غير انا عندي عمي كان لواء في الجيش وطالع على المعاش، داخل على الثمانينات او 85، صاحب مرض، وعمين مسافرين في السعوديه مش موجودين. حقكم طبعا، انت هتاخدوه ولا ايه؟ حقكم هتاخدوه طبعا حقكم هتاخدوه بالقانون. وانت قلتي لي ان بلدنا قبل ما اسجل معاكي، قلتي لي بلدنا فيها قانون، وانا عملت محضر والحكومه هتجيب لي حقي، صح؟ نفسي الحكومه تجيب حق، ولا غلابه ما لهمش حد غير ربنا، وانا بستغيث بشعب مصر كامل، انا بستغيث كده بشعب مصر وبحكومه مصر ان احنا ستات ومعناش حد، والناس دي بتهددنا بالسلاح، بقالنا 3 سنين بنتهدد في بيوتنا وبعيالنا وفي حالنا كله. خير باذن الله. طبعا عملتوا محضر، يعني زي ما انتوا قلتوا هتيجي الحكومه هتجيب لكم حقكم. مشاهدي ومتابعي كواليف في قناه القاهره 24، يعني كنا في استغاثه مع نجلاء 23 سنه من محافظه الاسماعيليه، بتستغيث من احد جيرانها في منطقه المستقبل، بقاله
بقاله 3 سنين يعني بيحاول يهددها وعايز يتجوزها بالعافية. قدم لها من 3 سنين واهلها رفضوا، لكن هو مصمم انه يتجوزها وبيقول لها اتجوزك يا اما اقتلك. يعني استمعتم للقصة كاملة، وطبعا نجلاء وشقيقتها حضروا محضر ومستنيين حقهم، وبيقولوا طبعا بلدنا فيها قانون وحقنا هناخده بالقانون. شكرا لحضرتك.